عيلة كاملة بيطلعوا رحلة في جزيرة علشان يغيروا جو، بس مدينتهم بتتعرض لغزو شامل وبيتحبسوا على الجزيرة. فيلا بينا نعرف حكايتهم مع بعض النهاردة. بتبدأ أحداث قصتنا مع كلاي اللي بيصحى من النوم وبيتفاجئ بأماندا مراته بتجمع هدومهم في شنطة سفر، ولما بيسألها بتعمل ايه بتقوله ان بقالها فترة مضغوطة جدا في شغلها، وقررت النهاردة الصبح انهم يغيروا جو. وبعدها أجرت ليهم بيت على الشط وحجزت التذاكر كمان علشان لما تحطه قدام الأمر الواقع يوافق. وبتقوله ان الأولاد لسه معرفوش لكنها متأكدة انهم هيتبسطوا. وفعلا بيوافق كلاي وبيقولها انها اختارت الوقت المناسب فعلا. وبعدها بيتحركوا بعربيتهم وبتطلب روز بنتها منها ان هم لما يرجعوا للمدينة مرة تانية تاخدها للكافيه اللي تصور فيه مسلسل فريندز لانها حابة تشوفه على الحقيقة. فبتوضح لها ان الكافيه ده ملوش وجود وانه كان مجرد مكان المخرج صور فيه. واول لما بيوصلوا للبيت اللي هيقضوا فيه الاجازة بينبهر كلاي جوزها من جمال البيت، وبيتبسط لما بيلاقي عدد كبير من ازايز الكحول. لكن اماندا بتحذره وبتقوله ما ياخدش حاجه منهم لان ملك البيت كتب لهم ملاحظه بيعرفهم فيها ان الكحول ده مش ملكهم. وبعدها بتعرفوا ان كلمه السر بتاعه البيت ارابيلا. ولما بيقول لها ان هيخرج يجيب باقي حاجاتهم من العربيه بتطلب منه بعد ما يخلص يروح عشان يشتري لهم الحاجات اللي هم محتاجينها. وبتبدا اماندا تستكشف البيت وهي مبسوطه. وبعدها بتقرر انها تروح تشتري هي الحاجات اللي عايزاها من السوبر ماركت. واول لما بترجع للبيت بتدي لكلاي علبه سجاير، لكن اول ما بيشوفها بيتوتر وبيحلف لها انها مش بتاعته. فبتقوله انها عارفه وبتعرفه ان هي اللي اشترتها له لانها عارفه انه بيحب يدخن لما يكون في اجازه. وبعدها بيروحوا مع بعض للشط وبيستمتعوا بوقتهم لحد ما بتشاور لهم روز على سفينه عملاقه بتقرب منهم. ولما بتسال اماندا جوزها لو ممكن يكون في مشكله بيطمنها وبيقول لها انها اكيد هتلف دلوقتي قبل ما توصل للشط. لكن هم بيلاحظوا انها بتتحرك بسرعه كبيره ناحيتهم وده هم مش متعودين عليه، وعلشان كده بيقرروا يلموا حاجتهم ويبعدوا عن المكان بسرعه. ولما بيرجعوا للبيت بتحاول اماندا تعمل سيرش عن الشط علشان تعرف ايه اللي حصل، وبتلاحظ ان في مشكله وبتقول لكلاي ان غالبا الواي فاي عطلان، وبتطلب منه يصلح الواي فاي بسرعه. فبيقول لها ان هي اللي المفروض تصلحه لانها خبيره في التكنولوجيا، وبيعرفها ان التلفزيون هو كمان مش شغال ومفيش فيه اي اشاره. وقتها بتلاحظ اماندا وجود غزاله مع بنتها جنب البيت وبتتبسط اول لما بتشوفهم مع بعض. وبالليل بتفضل تشرب كتير جدا مع كلاي وهم مبسوطين وبيلعبوا مع بعض كتير. وبيعرفها ان ميلر زميلته في الشغل عايزاه يساعدها في كتابة كتاب لانها شايفاه مصدر الهام. بس اماندا بتقاطع كلامه وبتطلب منه يسكت وبتقوله ان في حد موجود معاهم في البيت، وبتقوله يروح يجيب المضرب بسرعة عشان يشوف مين اللي موجود. فبياخد كلاي قطعة خشب ولما بيروح ناحية البيت بيشوف واحد وواحدة بره. وأول ما أماندا بتخرج بيعتذر منها الشخص ده على الإزعاج وبيعرفها إن هو اسمه جورج وإن البيت ده بتاعه، وبيطلب منها تسمح لهم يدخلوا علشان يعرفوا يتكلموا مع بعض. وفعلا بتوافق أماندا وبتقول لهم يدخلوا جوه. ووقتها بيقول لها جورج انه حاول يتصل عليها بس التليفونات مقفولة وعلشان كده اضطر يجي بنفسه. فبتعرفوا اماندا ان مفيش شبكة في المكان، لكن وقتها جي اتش بنت جورج بتحرجها وبتقول لها انها اول مرة تقول حاجة صح. ولما بيلاحظ كلاي التوتر اللي بينهم بيحاول يلطف الجو وبيعرف جي اتش على نفسه وبيطلب منهم يقعدوا علشان يفهموا اللي بيحصل. وبعدها بيشرح لهم جورج انه كان راجع مع جي اتش للمدينة لكن حصل انقطاع في التيار الكهربائي وان كل حاجة اتعطلت حتى اشارة المرور، والمفروض ان هم يستنوا لحد ما التيار يتصلح. وعلشان كده ما كانش قدامه حل غير ان هو يجي هنا ويباتوا في البيت لتاني يوم. وبيكون كلاي موافق على كلامه بس اماندا بتبصله بنظرة تحذيرية وبتقول لجورج انها متفهمة اللي حصل بس ده مش معناه ان هم هيوافقوا. وقتها جي اتش بتحرجها تاني وبتقول لها ان ده بيتهم وانهم مش محتاجين موافقتها. فبيلحق جورج الموقف وبيقول لاماندا انها ما تقصدش حاجة وبيعرفها ان هو مش عايزهم يمشوا بس هو عايزها تسمح لهم يفضلوا في البيت لحد تاني يوم مقابل انه يرجع لها نص الايجار. بس اماندا بترفض وبتقوله انها مش هتكون مرتاحة وفي شخص غريب قاعد معاها في نفس البيت، على عكس كلاي اللي بيوافق وبياخد منه الفلوس. ولما بيطلع مع اماندا لاوضتهم بتلومه لانه وافق وبتقوله ان هو مفيش اي دليل يثبت ان هم اصحاب البيت الحقيقيين وانها حتى ما سمعتش صوت عربيتهم وهم جايين، وكان التصرف الصح منهم ان هم يروحوا الفندق مش يجوا يقعدوا عندهم في البيت. وبتكون خايفة جدا ان هم يكونوا محتالين وان قصة الكهرباء دي قصة وهمية. بس كلاي بيقطعها وبيقول لها ان هم ما كتبوش وان في عطل فعلا في الكهرباء بدليل ان مفيش اشارة في البيت والواي فاي فاصل. فبتتعصب عليه وبتقوله ان دايما بيقف في صف اي حد غيرها. فبيحاول كلاي يهديها وبيقول لها ان هم يروحوا يتكلموا معاهم ولو حسوا من كلامهم ان في حاجة غلط هيلغي الاتفاق ويخليهم يمشوا. وبتوافق اماندا وبتنزل معاه وبتسأل جورج هو اشترى البيت امتى. فبيعرفها ان هو اشتراه من 20 سنة لكن ما شطبوش غير من 5 سنين، وكمان بيديها عنوان بيته في المدينة.
ولما بتسأله عن بطاقته بيقولها انه عارف انها مش هتصدقه، بس البطاقة هو نسيها في بيته التاني. وفي الوقت ده بتقدر جي اتش انها تشغل التلفزيون، وبتتأكد اماندا ان كلامهم صح لما بتشوف تحذير من الدولة عن انقطاع الكهرباء في المدينة كلها، وبتوافق ان هم يباتوا معاها. لكن لما بتدخل جي اتش لأوضتها مع جورج بتقوله انهم لازم ياخدوا اللي جايين علشانه ويمشوا بسرعة، فبيقول لها ان هم هياخدوه لكن من غير ما يخوفوا اماندا وعيلتها، وبيكون واضح ان هم عارفين سر محدش يعرفه. هنعرف مع بعض ايه هو السر ده لما تكمل معانا باقي الاحداث. وعند اماندا بتكون متضايقه جدا من جي اتش، وبتكون لسه شاكه فيهم ومش عارفه تنام من كتر التفكير، وبتقول لكلاي انها حاسه ان جي اتش مش بنت جورج زي ما قال، لان مفيش اي صوره ليهم في البيت، وحاسه ان في حاجه غلط بتحصل منهم. وتاني يوم بتتفاجئ بروز بتصحيها من النوم وبتفضل تترجاها تيجي تصلح التلفزيون لانها عايزه تعرف نهايه المسلسل اللي هي متابعاه، فبتطلب منها تخرج تستناها وهي هتيجي وراها. واول ما بتمسك تليفونها بتشوف 4 رسائل اخباريه، بس لما بتدي التليفون لكلاي عشان يقراهم بيختفوا، فبيقول لها انها اكيد بيتهيأ لها لان مفيش اي اشاره، بس هي بتقوله انها متاكده من اللي شافته، وبتعرفه ان في رساله منهم كانت بتتكلم عن انقطاع الاشاره، وبتقوله ان في حد اخترق الانظمه، وبتتعصب عليه لان هو هادي خالص ومش فارق معاه اي حاجه، ومش فارق معاه كمان ان في حد غريب قاعد معاهم في البيت. فبيهديها وبيقول لها انه هيخرج بعربيته ويسأل لأي حد لو يعرفوا حاجة بخصوص انقطاع الكهرباء، وعلشان كمان يطمنها ان جورج مش مجرم زي ما هي فاكرة. وبعدها بتشوف روز عربية غالية جدا قدام البيت، ولما بتسأل والدتها عليها بتشرح لها اللي حصل، بس روز مش بتهتم وبتاخد والدها علشان يصلح لها التلفزيون، بس برضه مش بيشتغل، وعلشان كده بتخرج تقعد برا لوحدها وهي زهقانة. وقتها بتشوف الغزالة وبنتها، وبتستغل ان والدتها ملخومة هي ووالدها، وبتروح تقرب منهم، لكن وقتها بيظهر عدد كبير جدا من الغزلان. وفي نفس الوقت ده بتصحى جي اتش على كابوس، ولما بتنزل تعمل قهوة لنفسها بتعرفها اماندا ان في رسائل جات لها الصبح عن اختراق الشبكة وانقطاع الكهرباء، بس الرسائل دي اختفت بسرعة. وبعدها بيفضلوا يتكلموا مع بعض عن شغلهم، ولما بينزل جورج بيسألهم لو الإشارة رجعت، بس اماندا بتقوله انها لسه ما رجعتش، وبتعرفه ان جوزها راح يشتري جريدة ويدور على اي شخص يكون عارف اي حاجة بخصوص انقطاع الكهرباء، فبيقول لها انه هيروح لبيت جاره وهيشوف لو يعرف اي حاجة. ولما بيعرف جورج بخصوص الرسائل اللي اماندا قالت عليها بيتوتر، وبيقول لها ان الرسائل الاخبارية ديت مجرد لعبة وعملوها 2 فلبينيين، واول ما بتدوس على اللينك بيفتح لها رقم الشخص المفضل عندك. ولما بتطلع اماندا تطمن على ولادها بتقول جي اتش لجورج انها خايفة على والدتها جدا، وبيكون واضح ان هم عارفين حاجة بخصوص الاختراق اللي حصل. وبعدها بنشوف روز وهي بتتكلم مع اخوها وبتقوله انها شافت غزلان كتير النهارده، وحست ان الغزلان عايزين يقولوا لها حاجة، بس اخوها ما بيهتمش بكلامها وبيكون قاعد بيراقب جي اتش بكاميرا تليفونه. وبعدها بيقول لاخته انها بتألف قصص عشان متضايقه لانها ما اتفرجتش على المسلسل بتاعها، فبتتضايق روز من كلامه وبتسيبه وبتدخل الغابه، بس هو ما بيسيبهاش وبيروح وراها. وفي نفس الوقت ده بيكون والدهم بيتمشى في الشوارع على امل انه يلقط اشاره من اي مكان، وبيشوف واحده واقفه على الطريق باين على ملامحها الخوف، وبتترجاه يفتح لها الباب. ولما بيفتح لها بتتكلم معاه بالاسبانيه، فبيعتذر وبيقول لها ان هو مش فاهم حاجه، وبيسيبها وبتكون منهاره جدا وبيمشي. وبيكون جورج وقتها في بيت جاره، بس ما بيلاقيش حد وبيلاقي البيت متبهدل. بيدخل لأوضة معينة وبيخرج شنطة موجود فيها تليفون متوصل بالقمر الصناعي، بس التليفون ده ما بيلقطش شبكة. وفي نفس الوقت ده بيشوف إيتشي وروز كوخ في الغابة، ولما بيدخلوا بيلاقوا فيه أدوات غريبة، وبيكون في أثر على الأرض بيدل إن في شخص بينام في المكان. وعند جورج بيروح للشط وهناك بيتصدم من المنظر، وبيلاقي إن المكان متدمر وفيه ناس كتير مقتولة. وفي نفس الوقت ده بتقول روز لإيتشي إنها شافت أكتر من 100 غزالة في المكان، وإنها مستغربة لأنها أول مرة تشوفهم في مجموعات كبيرة مع بعض. ولما إيتشي بيقول لها تسأل والدها أو والدتها بتقول إن مفيش حد مهتم بيها. وبنرجع لجورج اللي بيشوف وقتها طيارة هتقع وبيجري بأقصى سرعة علشان يحمي نفسه من الأضرار اللي هتسببها. ولما بيرجع للبيت بتسأله جي اتش عن سبب إن هدومه غرقانة مية، وبيقول لها ان هو وقع في حمام السباحة، وبيطلب منها تطلع تجيب له لبس من اوضته. وبعدها بيقول جورج لأماندا انه راح لبيت جاره علشان يدور عنده على التليفون اللي شغال بالقمر الصناعي، وان جاره ما كانش موجود في البيت لكنه لقى التليفون. وبيقول لها ان على الرغم من ان التليفون مشحون الا انه ما اشتغلش، وده معناه حاجة واحدة بس، وهي ان الاقمار الصناعية اتعطلت كمان. ولما ما بتقتنعش باللي بيقوله بيعرفها بخصوص الطيارة اللي وقعت، وبيقول لها ان الرسالة اللي جات لها حقيقية، وان في اختراق حصل. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت عالي جدا لدرجة ان الازاز بيتكسر من شدته. ولما بتروح اماندا للغابة علشان تدور على ولادها بتقعد على الارض من شدة الصوت، وبتفضل تصرخ بصوت عالي لحد ما الصوت يهدى. وبيوصل اولادها لمكانها وبيرجعوا مع بعض كلهم للبيت. وبيكون إيتشي فاكر ان الصوت اللي حصل ده بسبب ان في طيارة اخترقت حاجز الصوت،
لكن جورج بيقوله ان الطيارات في العادة مش بتخترقه، وبيقول لهم ان مفيش طيور في الجو، وده معناه ان في حاجة اكبر من كده. فبتتضايق اماندا من طريقة كلامه قدام ولادها، وبتطلب منهم يطلعوا لاوضتهم وبتطمنهم ان كل حاجة هتتحل. وبعدها بتسأل جورج وهي متعصبة لو الصوت ده كان بسبب صاروخ او قنبلة او انفجار او حد من وحدات الطاقة، فبيقول لها انه زيه زيها مش عارف حاجة، وان هم هيستنوا كلاي لحد ما يرجع ويعرفوا منه لو وصل لأي معلومات. فبتتعصب وبتقول انه ممكن ما يرجعش اصلا. ولما بتحاول جي اتش تهديها وتقول لها ما تقلقش وان هم هنا في امان، بتتعصب اماندا عليها وبتسالها ايه اللي مخليها متاكده قوي كده وهم مش فاهمين حتى ايه اللي بيحصل. وبتقول لها اماندا ان هي مش واثقه فيهم من اول ما دخلوا للبيت. فبتتضايق جي اتش من كلامها وبتقول لها انها عارفه بانها مش واثقه فيهم لمجرد ان هم اشخاص سود. فبتندم اماندا على كلامها، وبعدها بتقول لهم ان هي لما كانت في السوق شافت شخص بيشتري كميات كبيره جدا من الاكل والميه، وده معناه ان الشخص ده كان عارف باللي هيحصل. وفي الوقت ده بيدخل كلاي عليهم وهو خايف، ولما بيسألوه لو وصل لحاجة او لا بيقول لهم انه رجع بسرعة اول لما سمع الصوت، وبيديلهم ورقة معاه وبيشرح لهم انه شاف طيارة بترمي كميات كبيرة جدا منها، وبتكون الورقة مكتوبة بالعربي، وبيعرفهم اتش انها مكتوب عليها الموت لامريكا، لكنه ما بيكونش فاهم الباقي بيقول ايه. وباقي الكلام اللي في الورقة بيكون تحذير للحكومة الامريكية والمواطنين من دولة بتقول لهم انهم بيمتلكوا عدد كبير جدا من الاسلحة الخطيرة والمتفجرات، وانهم هيستخدموا كل ده ضدهم. وبعدها بتقرر اماندا تاخد عيلتها وتمشي من المكان، ولما بيحاول جورج يمنعها لان ده خطر عليهم بتصمم على كلامها. ولكنهم اول ما بيتحركوا بيلاقوا مجموعة من العربيات اللي من نفس النوع بتكون سد الطريق عليهم. ولما بتنزل اماندا عشان تشوف اللي بيحصل بتلاقي العربيات كلها من غير سواق، وبتعرف انها عربيات بالتحكم عن بعد، وبتشوف كذا عربية وقتها جاية ناحيتها. فبترجع بسرعة لعربيتها مع جوزها وبيحاولوا يتفادوا العربيات لحد ما بيرجعوا للبيت مرة تانية. وبتكون اماندا خايفة وشايفة انهم ما ينفعش يفضلوا مكانهم، وانهم لازم يعملوا خطة علشان يخرجوا من المكان ويوصلوا ويتحموا في جيش دولتهم. لكن كلاي بيتعصب عليها جدا وبيقول لها ان هم لازم يفضلوا في مكانهم علشان يكونوا في امان، وبيطلب منها ترتاح ويبقوا يفكروا تاني يوم هيعملوا ايه. وبالليل بتقعد اماندا تشرب مع جورج وبيتكلموا مع بعض عن حياتهم، وبعدها بتعتذر منه على طريقتها معاهم. فبيتقبل جورج اعتذارها وبيقول لها انه فاهم خوفها، وبيفضلوا يهزروا مع بعض كتير لحد ما اماندا بتطلب منه يعرفها السبب الحقيقي اللي خلاه يجي البيت وما يروحش الفندق. فبيحكي لها ان هو لما كان في المدينه واحد من اصدقائه اللي بيكون رجل اعمال مشهور جدا عزمه هو ومراته على حفله في بيتهم، ولما راحوا الحفله مراته زهقت وكانت عايزه تمشي وهو كان عايز يفضل قاعد مع صاحبه، وعلشان كده مراته رجعت في تاكسي وهو راح كمل السهره معاه. وبيقول لها ان صاحبه ده مشهور بانه شخص مضحك جدا وكل كلامه نكت، وبيوضح لها ان صديقه ده قال له ان هو عايز ياخده معاه في رحله هو هيطلعها. ولما سالوا الرحله دي فين قال له انها الاجتماع السنوي للعصابه اللي بتدير العالم. بس بعدها ده صديقه ضحك فافتكر ان هو بيهزر كالعاده وما اهتمش بكلامه. ولكن بعدها وقبل ما هو يجي لهم بيوم صديقه اتصل عليه وطلب منه ينقله فلوس كتيره جدا لحسابه، وبيقول لها ان هو على الرغم من انه راجل اعمال الا ان الفلوس دي استحاله كانت تكون ملكه لانها مبلغ كبير عليه. وبيعرفها انه بعدها صديقه ده قال له ان هو مسافر للعصابه فتره مؤقته لحد الانقلاب الطقسي ما يخلص. والمره دي ما ضحكش وهو بيتكلم، مع ان مع كل كلمه كان بيقولها كان بيضحك، وده معناه انه فعلا منضم للعصابه، وان العصابه دي مسؤوله عن اللي بيحصل، وعلشان كده جاب بنته وجه للبيت لانه عايز يحميها. وبيعرفها ان مراته في رحله عمل وعلشان كده معرفش يجيبها معاهم، وبعدها بيعرض عليها ياخدها المكان هيعجبها جدا. وفي الوقت ده بتكون جي اتش قاعده مع كلاي بره وبيحكي لها عن السيده الغريبه اللي قابلته الصبح وعن سفينه النفط اللي وصلت للشط، وبيقول لها انه شاكك ان في غزو او احتلال. وقتها بيسمعوا ضجة عند حمام السباحة، ولما بيروحوا لهناك بيشوفوا عدد كبير جدا من الطيور في المية. وعند أماندا بياخدها جورج المكتب وبيوريها اسطوانات موسيقى كتير جدا، وبيختاروا واحدة منها وبيفضلوا يرقصوا عليها لحد لما جورج بيعيط وبيقول لها ان هو مفتقد مراته وخايف عليها جدا، وبيقول لها انهم لازم يتقبلوا فكرة انهم خلاص مش هيرجعوا لبيوتهم مرة تانية. وقتها بيتكرر الصوت العالي مرة كمان، وبعدها بتيجي جي اتش وبتقول لوالدها ان هي مش حابة تقعد مع عيلة اماندا لان ابن اماندا بيصورها من غير اذنها وهي عند حمام السباحة، وبنتها بتفضل طول الوقت سرحانة في الغابة، وبتقول له يفضل فاكر ان العالم لو انهار ما ينفعش يثق في اي حد من اصحاب البشرة البيضاء. وتاني يوم اول ما اتش بيصحى بيحس بوجع في اسنانه، واول ما بيلمسهم بيقعوا في ايده وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. وبيقول لوالدته ان في حشرة عضته امبارح في الغابة وان ممكن الحشرة دي تكون سبب اللي حصل له. فبتقلق عليه وبتقول لجورج ان لازم دكتور يشوفه. فبيقول لها ان هو عارف بيت داني واللي شافته اماندا بيشتري كميات كبيرة من الاكل والمية، وبيقول لها ان ممكن يكون عنده ادوية تفيدهم، وبيطمنها انه هيلاقي حل. وفي الوقت ده جوزها بيعرفها ان روز مختفية، وبيقول لها انه دور عليها في كل مكان ومش لاقيها. بس جي اتش بتعرفهم انها شافتها وهي واخده عجله من المخزن، وبيقول لهم اتش انها شافت مجموعه من الغزلان في الغابه وكانت عايزه تدور عليهم. فبتروح والدتها بسرعه علشان تدور عليها. وقتها بتكون حاله اتش سائد، وبيقرر جورج ان هو ياخده لداني
بس بنته بتمنعه وما بتكونش عايزاه يسيبها لوحدها، فبيظبط منبه تليفونه على ساعة وبيوعدها ان هو هيرجع قبل ما المنبه يرن. وبعدها بتتحرك جي اتش وبتروح لأماندا الغابة علشان تدور معاها على بنتها، لكنهم مش بيلاقوها. ولما بتقترح جي اتش عليها انهم يرجعوا للبيت ويستنوا والدها لما يرجع، بتتعصب عليها وبتقولها انها مش حاسه باللي هي حاسه بيه. فبتنهار جي اتش وبتقولها ان هي اللي مش حاسه بحاجه، لان هي كمان مفتقده والدتها جدا ومش عارفه لو كانت والدتها عايشه ولا ميته. وبتقولها ان مفيش حد مهتم بيها ولا بمشاعرها. فبتعتذر اماندا منها وبتقولها انها فعلا ما كانتش تقصد، لكن ظروف شغلها هي اللي خلتها تتعامل مع كل الناس بأسوأ. ولما بيوصل جورج البيت، داني بيخرج وهو ماسك سلاح وبيعرفهم ان سبب وقوع اسنان اتش الضجيج اللي بيحصل في الجو، وبيقول لهم ان هو سلاح الميكروويف واللي بيكون عباره عن اشعاع بيتثبت عن طريق الصوت، وبيقول لهم ان دي بدايه الحرب. وبيعرفهم ان هو مش هيساعدهم باي ادويه، لان كل واحد دلوقتي المفروض يفكر في نفسه وبس. وعند اماندا بتشوف اثار لعجله في الغابه، وبتفضل ماشيه ورا الاثار على امل انها تلاقي بنتها. لكن بعد ما بتمشي كام خطوه بتلف عشان تشوف جي اتش فين، بتشوف مجموعه من الغزلان متجمعين حواليها. فبترجع لها بسرعه وبتقف قدامهم وبتصرخ بصوت عالي لحد ما الغزلان بتخاف وبتمشي. وعند جورج بيخرج سلاح من معاه وبيرفعه على داني علشان يديهم الادويه، لكن داني بيفضل رافض برضه وبيرفع هو كمان سلاحه عليه. بس كلاي بيهديهم وبيفضل يترجى داني يساعدهم لان هو املهم الوحيد، وبيقول له يحط نفسه مكانه. وفعلا بيوافق وبيديلهم الادويه بعد ما بياخد كل الفلوس اللي معاهم. وبعدها بيقول لهم ان اللي ورا كل حاجه بتحصل يا اما الصين او كوريا. ولما بيوري له كلاي الورق اللي مكتوبه بالعربي، بيقول لهم انهم صنعوا اعداء كتير ممكن تكون الدول اتعاونت ضدهم. ولما بيركب كلاي للعربيه بيشرح له جورج ان اللي بيحصل غزو شامل، والغزو ده كان متخطط له من البدايه، وان الهدف من الغزو ده انهم يدخلوا الدوله في حرب اهليه. وعند اماندا بتقول لها جي اتش انها حاسه ان الحيوانات عايزه تحذرهم من حاجه. وقتها بيشوفوا الانفجارات اللي بتحصل في المدينه. وبعدها بنشوف روز وهي قاعده في بيتها القديم في المدينه، وبتكون روز رجعت لهناك عن طريق العجله اللي خدتها من المخزن. وبينتهي فيلمنا مع روز وهي بتتفرج على مسلسلها المفضل وهي مبسوطه لاول مره من فتره كبيره على الرغم من كل الانفجارات اللي بتحصل. ولحد هنا بيكون خلص فيلم النهارده. ما تنساش اللايك والشير، وقول لنا في الكومنتات ايه هو رايك في الفيلم الغريب ده، وايه الفيلم اللي حابب نلخصه لك.